بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بجد ترحيب بكم على قناة أبرار التعليمية والتجارية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن إعادة التأمين للصف الخامس من مدارس الفنية التجارية المتقدمة. إن شاء الله هتلاقوا على قناتي كل المواد المتعلقة بالتعليم الفني 5 سنوات. جمعت كل الدروس ورا بعض عشان الكل يستفيد، وده يعتبر زكاة مال، سوري زكاة علم. فتابعوني. يبقى المادة بتاعتي مادة إعادة تأمين فيديو رقم 1 لطلبة الصف الخامس، التجاري، شعبة شؤون قانونية وتأمينات. فيلا بينا. الحاجات اللي احنا هنتعرض ليها في شرح الدرس ده بالتفصيل: معنى إعادة التأمين، الفروق الرئيسية بين عقد التأمين المباشر وعقد إعادة التأمين، أهمية إعادة التأمين وتوقيت إعادة التأمين. وفي بعض الحاجات في الكتاب اللي احنا لخصناها فمش هنركز عليها قوي. فيلا بينا بسرعة عشان ناخد صح وغلط. ما معنى إعادة تأمين؟ خد بالك من التعريفات دي كويس. يقوم مبدأ التأمين على مبدأ توزيع عبء الخطر على أكبر عدد من الأشخاص. يبقى شركة إعادة تأمين مش هينفع، أو شركة التأمين الأصلية مش هينفع تعمل تأمين إلا في وجود عدد كبير قوي من الناس عندهم نفس الخطر وعندهم مشاكل وعايزين يأمنوا عليها، عندهم ممتلكات وعندهم حاجات كده خافوا عليها فعايزين يأمنوا عليها، يدفعوا قسط تأمين مقابل إن هم يعيشوا مطمئنين. يبقى تعرف عملية إعادة التأمين بأنها عملية داخلية بين هيئتين من هيئات التأمين. تقوم الأولى بالتنازع عن كل أو جزء من الخطر الذي سبق أن قابلته إلى الهيئة الثانية التي تتعهد بتحمل جزء من التعويض، وذلك مقابل ما يسمى بالقسط. وطبعا مش هفكرك تاني ان في نهاية الفيديو في امتحان صح وغلط. نيجي بقى حضرتك النظرية الهامة جدا في شركات التأمين. عندك شركة التأمين الأصلية أيا كان اسمها بقى، شركة مصر للتأمين، شركة اسكندرية للتأمين، أيا كان اسمها. طبعا كل شركة وليها رأس مال وليها حاجة اسمها طاقة استيعابية، ما ينفعش ناس كتير يأمنوا عندها، لأن لو حدثت كارثة أو حصل خطر هندفع الناس دي كلها تعويضات منين؟ فالقانون ألزم شركات التأمين بقبول عدد محدد بس حسب رأس مالها، حسب رأس مال الشركة. طبعا العدد المحدد بيبقى على الطاقة الاستيعابية، يعني ما ينفعش تاخد أكتر من العدد ده. طب هي الحمد لله شركة مشهورة وقابلت ناس كتير كتير قوي، فالقانون ألزمها ان هي تعيد التأمين أو تعيد تأمين مجموعة من الأخطار عند شركة تأمين أخرى. تمام، الشركة دي اسمها شركة إعادة التأمين. طب هي هتستفاد إيه؟ ركز معايا كده. طبعا شركة التأمين الأصلية بتتعامل مع المؤمنين أو الناس اللي بيأمنوا عادي، بتاخد منهم قسط كأنهم مؤمنين عندها بالظبط. طيب أنا القدرة بتاعتي مثلا 20,000 وأمنوا عندي 40,000، يبقى أنا هاخد 20,000 بتوعي واخد الأقساط بتاعتهم وأنا هعوضهم. طب ال20 الباقيين هاخدهم كده أوديهم لشركة إعادة التأمين، بس اسما هم مأمنين عندي. طب مين هيدفع لهم التعويض؟ هيدفع لهم شركة إعادة التأمين، أنا خدت جزء منهم وأمنت إيه عندها. طب أنا هستفيد إيه؟ أنا هستفيد العمولة، إن شركة إعادة التأمين هتديني عمولة، وهتديني كمان التعويض لو حدث خطر للناس المؤمنين عند الشركة التانية. يبقى أنا كده شركة إعادة تأمين أنا بأمن من الباطن عن الناس دول، يبقى المؤمنين ما يعرفوش شركة إعادة التأمين، يعرفونا أنا. لو حصل خطر ليهم شركة التأمين هتاخد الفلوس من شركة إعادة التأمين وندفع لهم الايه التعويض. طب انا هلم الفلوس، شركة التأمين الأصلية هلم الفلوس او القسط وهديها لشركة إعادة التأمين. طيب يبقى جزء من المؤمن انا عامله لك اسهم اهو، شركة التأمين تمام، في جزء من المؤمنين فوق طاقتها وهتاخد قسط إعادة التأمين، هتروح توديه لشركة إعادة التأمين، وإعادة التأمين هتديني تعويض عن الخطر وزاد العمولة بتاعتي. هنيجي بقى دلوقتي في تعريف عقد إعادة التأمين. هو عقد يتعهد فيه شركة إعادة التأمين بتعويض الطرف الثاني عن كل جزء من الخسارة، وذلك مقابل قيم شركة التأمين الأصلية بسداد القسط. يبقى أنا شركة عقد إعادة التأمين عبارة عن عقد بين شركتين. خلاص، الشركة الأولى شركة التأمين الأصلية بتدفع قسط لشركة إعادة التأمين، وشركة إعادة التأمين بتدفع عمولة زائد التعويض للناس إذا حدث لهم خطر. هنيجي نتكلم عن النقطة الثانية، أهم الفروق بين شركة أو بين عقد التأمين وبين عقد إعادة التأمين.
اول حاجه عقد التامين بيكون بين المؤمن اللي هو شركه التامين وفرد او الجمهور او احدى المؤسسات الخاصه. يعني واحد راعي في شركه التامين هيامن على حياته، يبقى الشخص ده اسمه المؤمن، تمام، وشركه التامين اسمه المؤمن له. طيب عقد إعادة التأمين يكون بين شركتين ولا علاقة المؤمنين بينهم في العقد، يبقى ده اسمه تأمين من الباطل. المؤمنين ما يعرفوش ان في شركة اسمها إعادة التأمين، ما يعرفوش كل الكلام ده. هنيجي النقطة الثانية، موضوع التأمين. موضوع التأمين في إعادة التأمين بيكون ممتلكات، مباني، سيارات، عقارات، مصانع، أي حاجة اسمها ممتلكات، تمام. أو في حالة التأمين على الحياة خلاص بتبقى تأمينات أشخاص، واحد مأمن على حياته، تأمينات أشخاص. واحد مأمن طبعا بره بيأمنوا على كل أجزاء الجسم خصوصا لاعبي الكرة. أما في عقد إعادة التأمين طبعا بيتحمل في حدود النسبة التعاقدية بس. يبقى عقد إعادة التأمين أنا مأمن خلاص في حدود، أو شركة التأمين الأصلية مأمنة عن شركة التأمين في حدود 10% بس. يبقى شركة إعادة التأمين بتستحمل الخسارة في حدود النسبة التعاقدية بس اللي هي نسبة 10%. طبعا كل عقود التأمينات بتخضع لمبدأ التعويض. طبعا لو حصل خسارة في المصنع ممكن أعوضها، أدفع تعويض، ما عدا عقود تأمين الحياة. وعقد إعادة التأمين برضه عقد تعويضي لأن هو خاص بالتأمينات الممتلكات. نيجي بقى في نقطة مهمة قوي تتكلم عن فوائد إعادة التأمين. خد بالك معايا. أول حاجة زيادة القدرة الاستيعابية للشركة في قبول الأخطار. يعني الشركة بدل ما بتقدم مثلا القدرة الاستيعابية بتاعتها 30,000، لا، باخد جزء وأمن عند شركة تاني ممكن آخد 60 90 زي ما أنا عايز. تاني حاجة يؤثر إعادة التأمين على درجة الاستقرار بالنسبة لمعدل الخسارة. طبعا الحاجات دي كلها بتتحفظ، مثل توزيع عبء الخسارة على مدار عدة سنوات بواسطة تغطية إعادة تأمين الكوارث. يبقى حضرتك أنا متفق مع شركة تانية إن إحنا نأمن ضد خطر معين. قامت حدثت كارثة لا قدر الله، فالكارثة دي اتعرضت ليها ناس كتيرة فقدوا حياتهم، فأنا ابتدي أعوض، تمام، أنا وشركة التأمين إحنا الاتنين مع بعض. يبقى مقدار الخسارة مش هتحملها أنا لوحدي، هتحمل معايا شركة إعادة التأمين جزء من الخطر ده. تؤدي إعادة التأمين وظيفة تمويلية للشركات الناشئة. لو أي شركة تأمين ناشئة، تمام، فوق طاقتها الاستيعابية دي، فأنا هبتدي أمول بيها مشروعات، لأن شركة التأمين زي أي شركة ليها نشاط تجاري. يمكن عن طريق إعادة التأمين دراسة احتياجات السوق من حيث التوسع في بعض البلاد، وخصوصا بلاد الخليج والبلاد الأجنبية. ده كان فوائد إعادة التأمين. بقى نقطة صغيرة والفيديو بتاعي كده ينتهي. طبعا في نهاية الدرس في اختبار بسيط صح وغلط عايزين نتدرب عليه عشان ان شاء الله انزل حل نماذج الامتحانات. فضلا طبعا وليس امر اشتراك في القناة، عشان دي زكاة علم، فكلنا نساعد في توصيل العلم للي يستحقه. طبعا بعد غلاء الفظيع في الاسعار وغلاء اسعار الدروس. طبعا لو في اي استفسار التواصل الرقمي اهو. كنت معاكم محاسبة بفتح من مدرسة الزهر التجارية في المنيا. اشوفكم على خير في كمالة او في باقي كورس مادة إعادة التأمين لشعبة شؤون قانونية الصف الخامس التجاري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.